اليوم ويانا طريقة حفر الملف الشخصي، لأن ذيك المرة سابقة ما حدا حط الملف، فما حد عرف يعني الطريقة. اليوم راح أبسط لكم الطريقة. أنا هذا الحساب سويته هو للتجربة. اليوم راح أثبت لكم إياه. هذا المشاكل تواجه. هسه حفظتكم تغرون دخلنا عليه هسه حاليا. تبطي حذف الملف الشخصي. أنت على وشك الخروج من الحساب وسيتم توجيهك إلى شبكة الويب لحذف الملف. تبطي موافق. هنا نختار جوجل كروم، أحسن أفضل. أكو بيهم يعني ما يطلع له هيك قبل، يطلع له أدخل البريد الجيميل، عفوا كلمة السر. هسه نطيه تسجيل دخول. هنا سيتم حذف الملف الشخصي على جوجل، يعني لن يؤثر هذا الملف الشخصي العام على حالة حسابك. الرجاء كذلك إلغاء متابعين لدى أي شخص. مطلوب نعم أنه لا يمكن التراجع. نعطي نعم حذف الملف الشخصي. أريد مشاركاتي، لا أريد أن يرى ملفي، لا أعرف كيف أستخدمه. إرسال، شكرا. هسه الخطوة الثانية وين نروح ضبط. نروح ضبط. هون حساباتي. هنا تدخل على اليمين على جوجل. هذا اسمحوا لي دقيقة لي عند حسابات. إذا دخلنا الحساب شو نسوي؟ نعطي إزالة الحساب. ستدي إزالة الحساب لجميع الرسائل والوجهات الاتصال والبيانات الأخرى الخاصة بك. نعطي نعم. إزالة. عشان نرجع وين ندخل جوجل، نكتب اسم الحساب اللي ندوره حتى نشوف انحذف لو لا. هذا شوي النتائج ضعيف. أنا ما نسيت أكتب اسمه. ما موجود. يعني انحذف الحساب، ما موجود. ماكو أي حساب بعد فقط هذا الاسم. ماكو أي حساب. المهم هاي الخطوة تحتاج مرة له، يعني ترجع تفتح الحساب مرة ثانية راح يرجع. لازم من الإزالة. تحياتي لكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى ننزل فيديوهات جديدة.